السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة صفوة الشهيوات. الشهيوة ديال اليوم هي الحريرة الحامضة، الشوربة ديال الحريرة الحامضة المغربية على حقها وطريقها كيما كانوا كيقادوها ماماتنا وجداواتنا من قديم، من شحال هادي. غادي نخدمها معكم بطريقة مبسطة. غادي نبداو على بركة الله. ناخدو الكوكوت، نديرو فيها شوية ديال الزيت، خليط الزيت الرومية والبلدية، واحد ربع كاس تقريبا. غادي ندير واحد البصله اللي هي بصله صغيره حكيتها، ممكن انكم تقطعوها على شكل صغير بحال هكا، كتزولوا من هذيك الماء ديالها باش ما تطلقش هذيك المروريه. وصافي نشحروا هذيك البصله مزيان في هذيك الزيت حتى كتبدا تذوب. عاد غادي نبداو نزيدو التوابل. هنايا زدت اللحم اختياري، كاين اللي كيدير اللحم، كاين اللي كيدير الدجاج، كاين اللي كيدير عظام ديال اللحم، كاين اللي كيدير الشحمه. المهم انني درتو على هذا القياس هذا باش حتى الاخر عاد غادي نحيدو ونقطعو. ما الا درتو صغير من الاول كيتفرتت ما كيبقاش يبان. درت هنايا شويه ديال الخرقوم ملحه، شويه ديال القرفه، الابزار، سكينجبير وكنور. كنور كيبقى اختياري. القرفه راه تعطي واحد النسيمه اللي زوينه خاصه، يجربوها تجيب مذاق اللي هو زوين. تحيد ديك الحموضيه، ما تجيش، ما تخليش الحريره تجي حامضه بزاف بلا قياس، تتكسرها فيها. المهم نقلي هذا اللحم هو والبصله مزيان. من بعد ما تشحر اللحم هو والبصله غادي نقلبو، نعاود نقلبو مع هذيك البصله، ما خاصهاش تبان في الحريره. درت هنايا تقريبا 3 الحامضات، 3 المطيشات عفوا كبارين، حكيتهم. خاص المطيشه تكون طايبه، ما تكونش هذيك خضره. هنايا تقريبا كاس، لا ماشي كاس، ربع كاس ديال الفول، زلافه ديال الحمص اللي رقدته ليله كامله. هنايا زلافه قل ربع ديال العدس اللي تا هو رقدته في الماء تقريبا واحد ساعه. بالنسبه للحمص الا بيتو دغيا انه يترقدوا زعما كاينو وتعطي النتيجه ديالو، كنديروه غير في الترموسه ديال القهوه، تدخلوا عليه الماء طايب وكتسدوه، تتخليوه واحد ساعتين، كتلقاوه صافي راه رطاب. زدت هنا 2 معالق ديال الروز. هنايا عندنا القزبر والمعدنوس والكرافس. غادي ندير نص الكميه ديال الكرافس، والكميه الاخرى اللي غادي تبقى حتى طيب الحريره وغادي نزيدها باش تعطي هذيك التنسيمه وتبقى هذيك الريحه ديال الكرافس في الحريره. نقلب المكونات مع بعضها باش تجانس مزيان. صافي كنسد عليها واحد شويه، واحد 5 دقائق تقريبا. هي من بعد هنايا ما تشحرات غادي نعاود نحركها. غادي نضيف هاد الكنور، اللي باش يدير كنور الا عنده السمن يدير السمن. انا السمن صراحه ما متوفرش عندي، داكشي باش درت نظامت كنور. صافي هنايا كنرويها بالماء. هنايا الماء طايب، هذا مقاس ديال ايترو، غادي نزيد نص ايترو اخر، ايترو نص ديال الماء طايب. شتو ايترو هذا، نزيد نص ايترو اخر، وكنسد على الكوكوط ديالي تقريبا واحد 45 دقيقه ديال الوقت. غادي تكون طابت
كلشي غادي يبقى ليا غير انني ندورها بالطحين. اللي ما باش يدورها بالطحين ممكن انه يدورها بالشوفان، ممكن انه يدورها بالخضره مسلوقه. المهم الاختيار تيبقى لكم. هاد الكميه انايا ديال الحريره اللي درت راه تقد حتى ل 8 الاشخاص عدد الافراد. صافي هي من بعد ما طابت الحريره كما شفتوا كلشي طاب، الفول الحمص العدس كلشي طاب. كاين اللي كيبغي يدير الشعريه رقيقه ممكن يضيفها كل واحد على حسب الاختيار. هنايا درت 2 معالق كبارين ديال الدقيق الفورس وخلطهم بشويه ديال الماء. ما كنضيفش الخليط كله مره واحده باش ما يتعجنش، كنزيديه بشويه بشويه. يمكن نبقى كندور بحال هكا، نخليه تقريبا واحد 20 دقيقه حتى يطيب، ما بين 20 دقيقه حتى ل 30 دقيقه حتى يطيب هذاك الدقيق. نزيد هنايا مطيشه ديال الحك، قياس واحد 4 المعالق كبارين. بطبيعه الحال راه زدت لهم الماء صافي، وكنخلط وكنخليها حتى طيب مزيان وتولي خاتره. ما غاديش نسد عليها، نخليها بحال هكا. المهم من بعد ما طاب الدقيق هانتوما كي كتشوفوا صافي. هنايا غادي نزيد اللحم اللي حيت فاش طاب الحمص وداكشي، حيت هذاك اللحم وقطعته شرائح صغيره. هو الكرافس تا هو دوك الكرافس اللي نقصت في الاول زدتهم. دابا غادي نزيد معاهم هذاك اللحم، نخليهم واحد 3 دقائق حتى ل 4 دقائق صافي، وكنقدمها بالصحه والراحه. ممكن انكم تزيدوا مع شويه ديال المسمن عامر بالشحمه، ممكن ديروا مع الشباكيه البيض مسلوق، التمر، الشريحه، كل واحد على حسب. ولكن صدقوني بهذه الطريقه هذه راه هي مبسطه سهله جدا وغادي تعجبكم وتشكروني عليها. ما تنساوش تخليو لي لايك، التعليقات ديالكم اللي ديما كتحفزني، وبارطاجيو. الله يجازيكم بخير مع الاهل والاصدقاء. الى فيديو مقبل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.